بعد سنين طويلة من البحث والتحليل، العلم أخيرا قدر يساعدنا نفهم نفسنا بشكل أوضح من أي وقت فات. مش بس كده، بقى ممكن نفك شفرات الطبيعة البشرية ونفهم الناس بعمق، وده مفتاح مهم جدا لنجاحنا في التعاملات. في الكورس ده هتفهم يعني ايه سلوك إنساني، وايه هو الوعي الذاتي السيلف أويرنس، وازاي تزوده، وهتفهم شخصيتك وتحللها، وتفهم أنماط الشخصيات التانية ومفاتيح التعامل معاها، وكمان طريقة تطور كل شخصية. زي ما قال إبراهام ماسلو، إنك تبقى عارف أنت عايز إيه بجد، ده إنجاز نفسي نادر. وفي الكورس ده هتعرف إيه اللي بيحركك وإيه اللي بيخوفك وإيه اللي بيلهمك، ومين بيستفزك وليه، ومين بيشجعك برضه وليه. وهتفهم شخصيات علاقات معقدة، وهتفهم الناس بشكل أعمق، وده هيخلي علاقاتك أسهل وأنظف. وفي الآخر هتعرف توجه طاقتك ومجهودك صح باستخدام طبيعتك، لأن كل ميسر لما خلق له. فأنا متحمس جدا للكورس ده، لأن الرحلة اللي هنبدأها سوا مش سهلة، لكنها مهمة جدا. هي رحلة إنك تفهم نفسك بجد، تبقى أنت المحلل الأول لشخصيتك. تخيل معايا إنك قاعد في كابينة طيارة مليانة معدات وأنظمة معقدة. لو مش فاهمها هتتوتر ومش هتعرف تتحرك. شخصيتك بالظبط كده، انت كل يوم بتسوق الطيارة دي، بس لو مش فاهمها ممكن تمشي غلط أو تفضل واقف مكانك. ساعتها ممكن تبقى عايش لكن مش بتتطور، زي الطيارة اللي واقفة ومش بتتحرك. وده للأسف اللي بشوفه كتير. ناس مش فاهمة نفسها ومش عارفة قيمتها ولا مكتشفة إمكانياتها، وده بنسميه The Strategy Mindset، إنك تبقى غريب عن نفسك. وعكس ده هو الوعي. والوعي الذاتي السيلف أويرنس معناه ببساطة إنك تبقى قادر تولد معلومات حقيقية عن نفسك بشكل مستمر، لأنك دايما بتتغير ولازم يبقى عندك أبديت من وقت للتاني. فلازم تبقى عارف نفسك كويس، انت مين، بتعمل ايه، وعايز ايه. بس خلي بالك، مش معنى كده انك تقعد طول اليوم تحلل نفسك. زي ان مش منطقي انك تروح للدكتور كل يوم علشان تعمل شيك اب. ده اسمه ابسز مش وعي. المطلوب هو التوازن، انك تفهم نفسك من وقت للتاني من غير هوس. لان الحقيقة انك بتتعامل مع حاجة في منتهى التعقيد. جسمك فيه شبكات اعصاب طولها 150 الف كيلو، ومخك فيه مليارات الخلايا المرتبطة ببعض. يعني انت سايق نظام معقد جدا ومحتاج تفهمه، حتى لو بنسبة معقولة. مش لازم تفهم كل حاجة، بس لازم يبقى عندك وعي كفاية يخليك ماشي صح. وبرجع أكد على كلام إبراهام ماسلو، إنك تعرف أنت عايز إيه بجد ده إنجاز نادر. وطريقك لكده بسيط في فكرته: تفهم نفسك، تعرف أنت مين، وتعمل لنفسك أبديت باستمرار من غير هوس. من أول هنا بقى، خلينا أبدأ معاك بمقولة بحبها جدا: كل ميسر لما خلق له. الفكرة ببساطة إن كل واحد فينا لو ظبط البصة بتاعته وفهم نفسه صح واستخدم الإمكانيات اللي جواه زي ما هي، هيلاقي الدنيا بتتيسر معاه بشكل طبيعي جدا. يعني كل ما تفهم نفسك أكتر وتفهم الخامة اللي انت معمول منها، هتعرف تمشي بيها في الاتجاه الصح. تخيل كده معايا، لو انت طبيعتك زي الخشب هتعرف تطفو وتتحرك بسهولة. لو زي البلاستيك هتبقى مرن وبتتشكل بسرعة حسب الظروف. لو زي الحجر أو الطوب هتبقى ثابت قوي، ينفع تبني عليه أساس. كل خامة لها استخدام، والمشكلة إن ناس كتير بتحاول تستخدم نفسها غلط، وهنفهم ليه بعد كده. لما تبدأ تفهم نفسك بجد هتكتشف حاجات مهمة جدا. هتفهم ايه اللي بيحركك وايه اللي بيوديك يمين أو شمال. هتفهم ايه اللي بيخوفك وايه اللي بيشجعك. هتفهم ايه اللي بيحفزك وايه اللي بيطفيك. هتفهم معنى النجاح بالنسبة لك ومعنى الفشل كمان. وكمان هتبقى عارف ايه اللي تقدر تعمله فعلا وايه اللي لأ ما تقدرش تعمله. وده أهم من أي حاجة، لأنه بيساعدك تختار معاركك صح وتوجه طاقتك ووقتك في المكان الصح. خليني أقولك حاجة بسيطة جدا: في الطبيعة مفيش كائن بيحاول يبقى حاجة غير اللي هو مخلوق ليها. مفيش عصفور بيزعل إنه مش بيعوم، ولا سمكة بتحاول تطير. لكن إحنا كبشر بنعمل كده طول الوقت، مع إن الحقيقة إن ربنا خلق كل واحد فينا بتركيبة خاصة جدا، فيها أسرار وإمكانيات معينة. فأنت لو فهمتها هتعرف تستخدمها صح وتوصل أسرع.